بص يا برو، معاك ساديو دلوقتي. هيبقى اول فيديو من فيديوهات شروحات سكتش وير. فدلوقتي انا هشرح لك ازاي تعمل ابلكيشن، برنامج مجال يعني. تمام، استنى انا هجيب سكتش وير من هنا انزله تحت. تمام، ده سكتش وير. اول حاجه انت تخش عليه عادي، هتدوس على الزائد اللي تحت دي، وهنا هتكتب مثلا اسم البرنامج، مثلا اعمل برنامج مجال. برنامج مجال، وهتيجي هنا هتكتب هنا بقى الباكج نيم. مثلا انا هعمل هو اي حاجه عموما، بس اهم حاجه ما تعملش فراغات او كده. تمام، وتعمل كارت اب دي، كريت اب. تخش عليها دخلك معاك كده، يفتح لك الواجهه دي. ويت بس انا هلغي الوضع الداكن عشان الالوان. تمام، اول حاجه انت هتجيبها فوق هنا عشان البرنامج يطلع وينزل معاك. هتجيب سكرول في اللي هي دي، اللي هي اخر واحده تحت دي. تمام، دي بقى تحطها هنا، وهتيجي عند العلامة دي اللي هي أول واحدة تحت دي، وتخليها لفوق. هي كده بقت على الصفحة كلها. دي اللي هي بتخلي الحاجات تحطها جواها تطلع وتنزل. هتيجي بس على الكلمة دي وتخليها صفر، اللي هي دي. تمام، هتحط جواها بقى ايه؟ لا، لاينر في اللي هي دي، تاني واحدة فوق. ونفس الحوار تخليها كده. تمام، انت كده عملت البداية بتاعتك. بعد كده بقى عشان ايه الحاجة اللي تحطها، هتحط مثلا بوتون اللي هي دي. ده اللي هو الحاجة، مثلا انت هتعمل مثلا 4 مثلا. أول واحد مثلا انت هتعمل مثلا نسخ واتس مثلا يعني، فاهم؟ انا دي عن تكست دي، اللي هي تكست دي. تمام، مثلا أي حاجة اكتب نسخ واتس. اللي بعدها مثلا تبقى كيبات. تمام، احنا كده مثلا عملنا الأسامي، فاحنا عايزين نجيبهم في النص. هنعمل ايه؟ تيجي على أول واحدة مثلا، هتدوس على دي اللي هي دي. تمام، وتختار اللي تحت دي وكده. تمام، هي كده بقى مكانها في النص. هتعمل نفس الحوار على كله. تمام، احنا عايزين بقى نغير الخط، نخليه اكبر مثلا. الكلام كده تيجي عند تكست سايز دي، تختار مثلا انا عاملها 20. تمام، كده كبر اهو. عايزين نخلي المسافة، يعني يكون في مسافة ما بينهم او نازلين لتحت وكده. هتيجي عند العلامة دي. تمام، تيجي تخلي اللي تحت دي، تخليها مثلا نقول 50. تمام، هتعمل نفس الحوار هنا، بس دي مثلا هخلي دي 50. دي 50، سوري، دي 50. تمام، انا كده عملت على كله. كده خليت فيه مسافة. عايزين نعمل مثلا الشكل يكون شكل الزرار او كده. هنيجي هنا على 3 نقط اللي فوق دول، هتدوس على الكلمة دي اللي هي ايموجي، وتدوس على الزائد اللي تحت دي. هتعمل تحدد دي وتكتب اي اسم مثلا، وتدوس على اضافة صورة، وتشوف بقى انت تختار الصورة منين. انا هشوف انا حاططها فين. اه، انا حددت الصورتين دول.
دول زراير عندي، لو حد عايزهم انا ابعتهم عادي، يكلمني وانا ابعتهم له عادي. هنا في مشكلة في الاسم. تمام. اول واحدة هنيجي مثلا عندها، هنيجي على العلامة دي اللي هي الدوائر اللي فوق بعض دي، تختار واحدة من الصور اللي انت محددها، تيجي على التانية تخليها مثلا ايه اللي هو تبقى واحدة وواحدة. طبعا دوت بالنسبة للحجم وكده، ده المشكلة في الصورة عندي، مش مظبطها انا وكده. ممكن. تمام. انت دلوقتي عايز تخلي لما تدوس على كلمة نسخ واتس دي تدخلك على صفحة تانية اللي انت تكون حاطط فيها النسخ. تمام. يعني انت تيجي هتدوس هنا اللي تحت دي، وتقوم عامل اضافة اللي هي علامة الزائد دي، تكتب مثلا نسخ واتس، يعني تكتب اي اسم مثلا تكون انت عارف ان دوت بتاع النسخ. انا هعمل مثلا ساديو واحد. تمام. هتدوس عليها وتيجي على ايفنت اللي هي هنا دي ايفنت، وتدوس على العلامة دي. انت عايزة تنقل معاك ويت كده. اول حاجة هتعملها انت هتيجي هنا، تنزل عند الكلمة دي هنا دي، وتقوم دايس اضافة اللي هي الكلمة دي اللي هي اد دي. تمام. تقوم دايس على انتن، تكتب اي اسم. انا هكتب دي مثلا، اي اسم مش فارقة عموما. اول حاجة هتجيبها من تحت، هتجيب ويت سكرين، وبعدها start activity و ديت عشان تكتب فيها كلمة. هنمسح دي، هتدوس على اول واحدة هنا اللي هي انتنت دي، وتختار ساديو اللي هو اللي انت كاتبه عموما. سيت سكرين دي انت هتختار هنا الواجهة اللي انت عملتها اللي هو الاسم اللي انت عملته ساديو واحد، واللي بعدها تختار دي تاني، وهنا بقى تكتب مثلا اي حاجة تكتب، مش تفرق، دي الكلمة اللي هتظهر وانت بتتنقل. تمام. انت كده عملتها. تعالوا نعمل اي حاجة في الواجهة التانية بتاعة الواتس عشان لما تنقل نعرف او كده. انا اكتب اي حاجة. تمام. ونحفظ، نروح نشوف احنا كده عملنا ايه. دي الواجهة اللي احنا عملناها. احنا عملنا نسخة واتس، لما ندوس عليها دخلنا على صفحة تانية، دوسنا عليها اهي، ودي الكلمة اللي احنا كتبناها. تمام. احنا بقى دلوقتي عايزين نظبط، نرجع هنا تاني. احنا دلوقتي عايزين نظبط الحجم بتاع ديت عشان مثلا شكله مش لطيف وحش او كده. هنيجي هنا هنعمل مثلا الارتفاع دي اللي هي العلامة دي. تمام. ندوس عليها، ندوس على دي، نكتب مثلا 100، لا خليها مثلا 50. تمام كويس 50. والعرض مثلا نخليه 300. دي مثلا نعملها نفس الحوار. تمام. هنعمل دي 300. فوق احنا عملناها كام؟ 50.
نتأكد. 50. تمام، دي هنعملها برضو 50 عشان تبقى بالظبط. دي ارتفاع 50، عرض 300. عايزين نعمل بقى اي شكل مثلا او صورة فوق او كده. عايزين نعمل صورة فوق تبقى، نجيب دي اللي هي العلامة دي، نخليها فوق، نخلي مثلا حجمها لتحت 120، نخليها لهناك 400. تمام. عايزين بقى نعمل صورة. هنيجي هنا، طبعا هنضيف صورة عادي، بس انا مثلا كنت عامل صورة قبل كده، اي صورة من عندي. تمام. انت تعمل صورة بقى بالمقاس اللي انت عايزه، بس انا دي اي صورة من عندي وخلاص. هتدوس على اللي هي ايموج دي، تمام، اللي هي الصورة، وتحدد الصورة كده. حطينا كده. احنا دلوقتي عايزين نظبط الابعاد بتاعة الصورة عشان مثلا مش كويسة. في علامة السهم دي هندوس عليه، تختار دي كده، او مثلا دي. تمام. تمام. عايزين نعمل مسافة هنا، نخليها زي ما احنا عملنا هناك، دي اللي هي اللي تحت 50. تمام. نيجي نحفظ ونشوف. تمام كده اتضافت، ونسخ خاص كلها شغالة اهي. وده كده يكون اخر الفيديو النهاردة، واستنوا الجزء التاني عشان اشرح باقي الحاجات.